مي، ايوه يا سما. ما تقولي لنا كده ايه هو الباز ماركتنج؟ عارفه كده لما نيجي نقول ايه، ما تيجي نثير الجدل. مم. هو ده الباز ماركتنج، فكرته ان انا عايزه اعمل ضجه، اخلق عند ناس شعور بان انا عايزه اشير الكونتنت ده، ان انا عايز اعمل انتشار واسع بشكل كبير. ابقى مش يعني تبقي خايفه عندك كده يعني احساس بالفومو او الفير اوف ميسنج اوت، ان انت تبقي جزء من الكامبين دي. هي دي فكره الباز ماركتنج. ولو خدنا اكزامبل، عارفة زمان كانت كوكا كولا عاملة اللي هي الكانز اللي عليها الأسامي، فبقينا كلنا بننزل نشتري الكانز، مش عشان احنا عايزين نشرب كوكا كولا بس، احنا عايزين نبقى جزء من الكامبين ونصور واحنا معانا الكان عليها اسمنا وهكذا. والهدف منه ان انا ببقى عايزة اعمل انتشار واسع. يعني دايما مثلا البراندز اللي بتبقى لسه داخله الماركت عايزه تعمل قلق كده، خلاص بتروح للحته دي لانها بتعمل انتشار واسع بفلوس قليله. فانت عايزه تعملي كامبين وتعملي دوشه بيها وما تدفعيش كتير، روحي للباز ماركتنج. واحيانا بيبقى بوزيتيف واحيانا بيبقى نيجاتيف. يعني في ناس تعمله بشكل ايجابي، وفي ناس تطلع اشاعه كده وحركات نيجاتيف اللي هو النيجاتيف ماركتنج. فده باختصار الباز ماركتنج، هي من الاخر نوعيه كونتنت او شكل الكامبين بشكل عام.